السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أكلة وصفة سهلة. هعمل معاكم النهاردة المكرونة بطريقة حلوة قوي. هنعملها بالصوص وكمان هنحط فيها خضار. بجد طريقة في منتهى الحلاوة وفي منتهى الجمال. حاجة كده من حلاوتها مش هتبطلوا تعملوها. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. هنجيب بقى الحلة اللي هنسوي فيها المكرونة، وهنحط فيها شوية من الزيت ومكعبات من الزبدة. طبعا انت هتحطي المادة الدهنية اللي انت بتفضليها. ميزة الأكلة دي بقى ان هي بتبقى في حلة واحدة، بدون بقى ما نبهدل الدنيا ولا الكلام ده كله، وفي الآخر بتبقى خطيرة حقيقي والله، بتبقى في منتهى الجمال. هنجيب بقى بصلتين كبار مقطعاهم شرايح. طبعا البصل اللي انت هتحطي برضو الكمية اللي انت عايزاها، لو حابة تحطي اكتر من كده مفيش مشكلة. كل ما تكتري في البصل بيبقى طعمه تحفة. بس اهم حاجة البصل ده احنا عايزينه يبقى متقطع شرايح رفيعة قوي. كمان هنحمره كويس، مش هنحمره قوي يعني، هنخليه يصفر. اول ما البصل يبدأ يصفر معايا هنزل عليه بقرن فلفل رومي، وقرن فلفل من الشطة، وحوالي نص قرن كده من الفلفل الاصفر. عندك اي فلفل الوان حط، لو ما فيش غير فلفل اخضر بس ما فيش مشكلة. بعد كده هقلبهم مع بعض تقليبة صغيرة، وهحط رشة من الفلفل الاسود، وهحط حوالي ربع معلقة من الكمون، وربع معلقة من الكزبرة الناعمة، وشوية من الثوم البودر، ومعلقة من الكركم، وحوالي ربع معلقة من 7 بهارات، ونص معلقة من الملح. البهارات دي هنحطها بكميات قليلة جدا، كفاية من كل معلقة صغيرة ربعها بس كفاية. وحطيت مكعب من المرق. احنا مش عايزين تبقى ريحة التوابل تغطي على ريحة الخضار. كمان طعمها ما يبقاش واضح وشديد قوي في الصوص اللي هنحطه على المكرونة. عايزين تبقى اكتر حاجة واضحة معانا وطعمها واضح هو الخضار، لان بصراحة الخضار الكتير في الاكلة دي بيبقى تحفة. بعد كده اول ما كل حاجة هتبتدي تدبل معايا حاجة بسيطة كده، هنزل عليها بمعلقتين كبار من الدقيق، يكونوا معلقتين كبار هرميين كده، وهشوحهم بقى مع الخضار على نار هادية خالص، ما بيكملوش دقيقة. بعد كده هنزل عليهم ب3-4 كوبايات من المية. هتحطي في الاول كوبايتين، وبعد كده هتقلبي لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. وانتي بتقلبي على النار هتبتدي تتقل معاكي شوية شوية. لو لقيتيها تقيلة قوي زودي كمان مية. طبعا لو في شوربة ممكن تزودي شوربة، لو حابة تزودي لبن مفيش مشكلة، بس انا زودت مية علشان انا حطيت مرق الدجاج. بعد كده خلاص لفت معايا ووصلت بقى للقوام اللي هو المناسب، القوام اللي هو الوسط، ما تبقاش تقيلة قوي وفي نفس الوقت برضو ما تبقاش خفيفة قوي. احنا عايزين قوام كده وسط، ما يبقاش تقيل قوي المكرونة تلاقيها تقلت ولزقت قوي في بعضها، في نفس الوقت برضو ما يبقاش خفيف تلاقي المكرونة سايبة خالص كده من بعضها. انا على معلقتين الدقيق الكبار دولت كنت سلقة كيس مكرونة واحد. زي ما انت شفتوا خليتهم بقى على النار، مفيش دقيقة واحدة، قلبتهم بس مع بعض كده عشان المكرونة تسخن تاني. بعد كده غرفتها بقى في طبق التقديم، وحطيت عليها بقى شوية من الفلفل الأحمر والأخضر مقطعهم مكعبات صغيرة على الوش كده، بيدوا شكل حلو وبيدوا طعم حلو قوي برضو للمكرونة. جربوا المكرونة بالطريقة دي بجد طعمها تحفة جدا، حاجة كده في منتهى الجمال والحلاوة. أتمنى الطريقة تكون عجبتكم وتجربوها، وبألف هنا وشفا.